أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. وحلقتنا اليوم سوف تكون عن عصر الأسرة السادسة. هذه الأسرة المصرية التي تعرضت فيها مصر إلى اضطراب عرف في مصادر التاريخ بعصر الانتقال الأول، نتج عنه أن مصر تعرضت للغزو من الشمال الشرقي في سيناء ومن الجنوب. وبعد عودة استقرار الأوضاع في مصر في عصر الأسرتين 11 و12 عاد الاهتمام بالصحراء الشرقية التي لم تكن تابعة للسلطة المركزية المصرية على النيل. لم تكشف لنا الآثار حتى الآن عن أصل قيام الأسرة السادسة، والظاهر أن ملوكها قد تولوا حكم البلاد من غير شبوب أو ثورات أو قيام خلاف بين الملوك، وقد ظل ملوكها على عرشها ما يقرب من قرنين من الزمان. وأن مؤسس هذه الأسرة هو الملك حتب تاوي تيتي، ولا نعرف عن حكمه إلا الشيء القليل. وقد علمنا التاريخ في كل العصور أن كل مؤسس جديد لا بد أن يكون رجلا ذو قوة، ولكن قناع الوجه الذي عثر عليه الأثري كويل بالقرب من معبد هرم تيتي في سقارة تدل ملامحه على أن ذلك الملك كان رجلا ذو خلق رقيق العاطفة. ويقول المؤرخ مانيتون أن أصل هذه الأسرة في منف، وربما كان محقا في ذلك بعض الشيء، لأن الأسرة الخامسة كانت كل ميول ملوكها متجه نحو عبادة عين شمس الإله رع. أما ميول ملوك الأسرة السادسة الدينية فكانت تتجه إلى عبادة الإله تاح في منف. الأسرة المصرية السادسة هي الأسرة الأخيرة من عهد المملكة المصرية القديمة، ومؤسسها كما ذكرنا هو الملك تيتي. حكمت الأسرة المصرية السادسة لمدة 164 عاما تقريبا، وكانت بداية حكمها من عام 2345 قبل الميلاد إلى عام 2181 قبل الميلاد تقريبا. فقد حكم مصر في هذه الفترة 6 ملوك، وبيانهم كالتالي: الملك تيتي وهو مؤسس الأسرة المصرية السادسة، وحكم في فترة من 2323 قبل الميلاد إلى عام 2291 قبل الميلاد، أي حكم لفترة 31 عاما تقريبا. وها هي آلة موسيقية من عصر الملك تيتي نقش عليها اسم الملك. الملك الثاني الملك أوسركارع، وحكم هذا الملك في الفترة من 2291 قبل الميلاد إلى عام
2289 قبل الميلاد، أي حكم هذا الملك 2 فقط. وها هو نقش يظهر اسم الملك أوسركارا. الملك الثالث في هذه الأسرة الملك بيبي الأول، وحكم هذا الملك من عام 2289 قبل الميلاد إلى عام 2255 قبل الميلاد، أي حكم لفترة 34 عاما تقريبا. وها هو تمثال مصنوع من المرمر للملك بيبي الأول. أما بالنسبة للملك الرابع فهو الملك ميرن راع الأول، وحكم هذا الملك من عام 2255 قبل الميلاد إلى عام 2246 قبل الميلاد، أي حكم هذا الملك لمدة 9 سنوات تقريبا. وها هو تمثال من النحاس للملك ميرن راع الأول. الملك الخامس في هذه الأسرة الملك بيبي الثاني، حكم هذا الملك من عام 2246 قبل الميلاد إلى عام 2157 قبل الميلاد. وها هو تمثال من المرمر للملكة عنخس إن بيبي الثانية وابنها بيبي الثاني. أما بالنسبة للملك السادس والأخير في هذه الأسرة هو الملك ميرن راع الثاني، وحكم هذا الملك من عام 2151 قبل الميلاد إلى عام 2150 قبل الميلاد، أي حكم هذا الملك لفترة قصيرة جدا وهي عام تقريبا. وها هو نقش يظهر اسم الملك ميرن راع الثاني. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة مع أول ملوك الأسرة السادسة الملك تيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.